دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا. المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس، بينما تراجع المنتخب الألماني مركزا ليحتل المركز ال15. ولم تتغير المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، إذ تواجد المنتخب الأرجنتيني في صدارة، وخلفه المنتخب الفرنسي وصيف كأس العالم لسنة 2022. وهذه هي المنتخبات العشر الأولى عالميا: الأرجنتين، فرنسا، البرازيل، إنجلترا، بلجيكا، كرواتيا، هولندا، إيطاليا، البرتغال، ثم إسبانيا في المركز العاشر. وكان منتخب كازاخستان أكثر المنتخبات التي تقدمت في الترتيب، إذ ارتقى 8 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 104. وحافظ المنتخب المغربي الذي احتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة على صدارة ترتيب المنتخبات الإفريقية، احتل المركز ال13 عالميا. وجاء منتخب السنغال في المركز الثالث إفريقيا وال18 عالميا، بينما جاء المنتخب التونسي في المركز الثالث إفريقيا وال31 عالميا. وتصدر المنتخب الياباني منتخبات آسيا، وجاء خلفه منتخب إيران وأستراليا، كما تصدر منتخب أمريكا منتخبات كونكاكاف، وخلفه المنتخبان المكسيكي والكوستاريكي، بينما تصدر منتخبات أوقيانوسيا منتخب نيوزيلندا. وفيما يأتي ترتيب المنتخبات العربية: في المرتبة الأولى المغرب، تونس، الجزائر، مصر، السعودية، قطر، العراق، الإمارات، عمان، ثم الأردن.